السلام عليكم. تفاجأنا هذا الأسبوع المنصرم بواحد تصريحات غريبة جدا لواحد الشخص. كنظن الاسم ديالو مخلص مصطفى. كيدعي فيه بأنه شي مستثمرين أجانب استولاو على هذا الضريح بلا بنعزوز. أنا هنا اليوم باش نوضح بأنه ما كاين لا مستثمر أجنبي ولا مستثمر من شي دولة أخرى. حنا مغاربة رعاية ديال صاحب الجلالة نصره الله. وكي قلت لكم جيت نوضح الرؤيه ونوضح لهذا الناس اللي سمعوا هذاك الفيديو واقع التواصل الاجتماعي اللي كيتهمنا فيه بنبش القبور، واتهمنا فيه بعدم الوطنيه، وطعنا في الوطنيه ديالنا، وطعنا في الشرف ديالنا، لانه ملي كنطعنوا في الوطنيه راه كنطعنوا في الشرف. طعن في السلطات المحليه، طعن في العالم. وهذا على الجهل ديالو ديال عدم الدرايه بالمسائل كما هي. كان بالاحرى بالاخ كان خصو يمشي يتحرى الخبر اولا. البيبان ديال السلطات المحليه كنظن راه مفتوحه، البيبان ديال الاوقاف والاحباس راه مفتوحه. دونك كان يمشي يسول ويسقسي ويتحرى الخبر ويجيب الخبر اليقين. ما نبقاوش نلوحوا نتهموا الناس بشي حاجه اللي ما كايناش. هنا اليوم باش نوضحوا لكم هاد المحل هذا راه ديال مستثمرين مغاربه، ما اجانب ما والو، مراكشيين زايدون. ثانيا هذا راه متيتري، يعني عنده محفظ والصك العقاري ديال الكتاب والقراني اللي كيذكر عليه الاخ، والضريح اللي كيذكر عليه الاخ. ها هو يمكن لكم تشوفوه من هذه الناحيه هذه اللي كتفرقنا معاه. هذا الحيط هذا اللي هو سقط بالزلزال، اللي طاح بالزلزال هو هذا. وهذا راه الاحباس محفوظه عليه، راه عندها التتر ديالها عليه، عندها الصك العقاري ديالها عليه. اذا كي كنقول كي قلت الاخ تهجم علينا، كان بالاحرى به وكنكرر وكنعاود انه تحري الخبر. السلطات راها موجوده هنا، الاعيان ديال السلطه اللي هما موجودين في كل مكان، وحيت راه ما كايناش الفوضى. وكاين الاخ قال بانه هاد الناس جاوا بالليل وجاوا من الجهه اللورانيه. الجهه اللورانيه كيمكن لكم تشوفوا راه الناس ساكنين هنا، حيت حنا ما غاديش يمكننا نطيحوا من السماء ولا غادي نطيحوا من بالباراشوت باش نريبوا. وحنا ناس ديال كنعرفوا شويه، كنعرفوا القانون، يعني كان بامكاننا نطلبوا للسلطات ونطلبوا لي زوتوريزاسيون ديالنا، الترخيصات ديالنا باش نهدموا ولا باش نديروا. مي حنا ما هدمنا ما ريبنا، ما وصلناش هذا المحل من نهار اللي شريناه حتى تم التحفيظ ديالو. ثانيا باش تهم الناس في الوطنيه ديالهم صعيب ونبش القبور، حنا راه مسلمين. اذا كنقول لهذا الاخ اتقي الله، اتقي الله، حيت زرع الفتنه، حيت هذا عدم المعرفه والجهل ديال الوقائع الحقيقيه اللي كان خصو يتحراها من الاول. وحنا كيناشد هو السلطات انه يتدخلوا. راه الناس ما ناعسينش، وراه كيقوموا بواحد العمل جبار في الحمايه ديالو هو كمواطن، وديالنا حنا كمواطنين جميعا، وديال هذه الاضرحه وديال هذا الشيء. هذا راه عند الاحباس والاوقاف راه قايمه بشغلها على اكمل وجه كنظن، وما محتاجين شيء لواحد الداخل اللي غادي يهب بالهبه ودب ويجي يدير واحد التصريح اللي هو كيتحمل مسؤوليته كامله، لانه حتى حنا ما غاديش نسمحوا في حقنا، وما نسمحوش لشي انسان يطعنا في الشرف ديالنا ويطعنا في الوطنيه ديالنا ويطعنا في العمل اللي كنحاولوا نقوموا به كمواطنين، مساهمه ديالنا في التنميه ديال البلاد ديالنا. وكنشكركم على الاستجابه لتوضيح هذا الخطا وهذا عدم درايه بالامر. وكندعي السيد، لانه كندعيه غير يدير مراجعه، لانه باش تتهم الناس في العرض ديالهم، تتهم الناس في الوطنيه ديالهم، راه ماشي شي حاجه سهله. وانا كنكرر بانه يتحمل المسؤوليه ديالو كامله في الاقوال اللي دلا بها. شكرا جزيلا.